اي لغه في الدنيا فيها مستويات، والمستويات دي متقسمه كده A1 و A2 B1 و B2 و C1 و C2. ال A1 ده واحد لسه حاطط رجله على اللغه وعايز يتعلمها، ومعاك لحد ال A2 هو لسه بيتعلم. B1 و B2 ده المستوى المتوسط والفوق المتوسط، وال C1 وال C2 ده بقى ليفل الوحش، ملناش دعوه بيهم دلوقتي. انا جاي عشان اقول لك ان انا عملت لك A1 و A2 ليفل في كتاب، يعني في الكتاب ده تقدر تخلصه. تبدا كده عايز تتعلم انجلش، خلص معايا A1 و A2 في 3 شهور بس. هتقول لي الكتاب ده فيه ايه؟ هقول لك اهم الدروس اللي المفروض تكون عارفها ومتاسس فيها في الجرامر، وكمان الكلمات والجمل والايديومز واللانجوج نوتس، وكمان في دايلوج او كونفرسيشن صغيره، وكمان تمارين كتير جدا جدا جدا. طب هتيجي تقول لي الكتاب ده فيه ايه علشان يخليني اطلع من مستوى A1 و A2 في 3 شهور بس؟ بكل بساطه هتلاقي الدرس هنا متقسم بطريقه جميله جدا. اول حاجه هتلاقي فوكاب، هتحفظ الكلمات اللي موجوده، حاطط لك الفوكاب دي في جمل عشان ما تنساهاش. بعد كده هتلاقي حاجه اسمها ايديومز اللي هي الامثله الشعبيه، هتخلي الانجليش بتاعك في ليفل تاني او في حته تانيه. بعد كده هتلاقي حاجه اسمها لانجوج نوتس، دي بتخليك تعرف الفروقات البسيطه ما بين الكلمات اللي انت بتشوفها، يعني مثلا ايه الفرق ما بين جراوند وفلور وهكذا. وبعد كده هتلاقي درس جرامر تاسيس من الصفر، حاجات بقى اللي هي من البدايه خالص، البروناونز، البلورال، السنجلر، وهكذا، الحاجات اللي هي بص لسه بنبدا نتاسس فيها من الاول. كل ده هتلاقي عليه تمارين، اذا كانت الكلمات هيكون عليها اكسرسايز، حتى كمان الجرامر عليه اكسرسايز. الكتاب ده معمول عشان يبقى بمثابه كورس تقدر تذاكره لوحدك، او حتى تكلمنا وتتواصل معانا وتاخده معانا ككورس A1. هو اسمه كده A1 و A2 كورس او A1 و A2 بوك. لو انت عايز تذاكره لوحدك اتفضل خد ذاكره، تلاقي كل حاجه سهله وبسيطه جدا في الكتاب ده. ولو مش عارف تذاكره لوحدك هتقول لي يا مستر مصطفى انا عايز اخد الكورس ده معاك، ومن الاخر هتطلع A1 و A2 كده بيرفكت. تبدا بقى ان شاء الله من اول B1، وبرده هنديك كتب وكورسات تناسب معاك من B1 و B2 كمان. تقدر تتواصل معانا وتطلب الكتاب ده ويجي لك لحد باب البيت، تبدا لنا مسج او كومنت وانا ابعت لك التفاصيل. سلام.